الغاز طلع بسرعة من البير وصل للسطح، والمصيبة اختلط بالهواء. ولما عدى على موتور المولدات للأسف الشرارة اشتعلت. أنا مفيش في إيدي حاجة بعد كده. يعني المنصة كانت قاعدة فوق قنبلة غازية مستنية اشعال. البحر اللي كان ساكت اتقلب نار. الانفجار حصل في لحظه. الغاز طلع من البير بسرعه، عدى على المولدات اللي فوق المنصه. اول صوت كان زي الرعد، بعده بثواني النيران كلها غطت السماء. المنصه اللي كانت من شويه بتطلع بترول دلوقتي بتطلع ارواح. العمال حاولوا يهربوا، بعضهم نط في البحر وبعضهم اتقذف من الانفجار نفسه. 11 راجل ما رجعوش تاني. اسمائهم اتحفرت في الذاكره، لكن الشركه كانت مشغوله تحفر في الميزانيه. البحر غطى اجسامهم زي ما غطى الحقيقة بعدين. وبعد 36 ساعة من الجحيم المنصة كلها غرقت بالكامل. البير اتفتح على مصراعيه وبدأ يفرغ أكتر من 60,000 برميل نفط في اليوم الواحد. في أسابيع أكتر من 4.9 مليون برميل اتكبوا في خليج المكسيك. الطيور اتغطت بالزيت، السلاحف غرقت، والساحل بقى عامل زي لوحة فنية رسمها فنان عنده اكتئاب. جلسات التحقيق بقى فيها تبادل التهم زي ماتش تنس. الشركة تقول ده خطأ المقاول، والمقاول يقول البيانات ناقصة، والبحر كان قاعد بيسقف من بعيد برافو يا عباقرة، كلكم كسبتوا وانا الوحيد اللي خسرت. وفي النهاية شركة بي دفعت اكتر من 60 مليار دولار غرامات وتعويضات، مبلغ كفيل يبني 120 منصة جديدة، او منصة واحدة بس يبقى فيها ضمير. الحادثة دي بقت تتدرس في الجامعات مش كإعجاز هندسي، لكن كتحذير مكتوب عليه لو لعبت بالنار في اعماق البحر ما تستناش تطفيها بايدك. العلم قال ان السبب كان ضغط وحرارة وغاز، بس الحقيقة السبب كان طمع، والبحر ما بيغفرش للطماعين. والقصة دي خلتك تفكر او حتى تقول الناس دي مجنونة؟ دوس لايك واعمل اشتراك، ولو انت على الفيس تابعني علشان اللي جاي اعمق من 1500 متر ومش كله طين وبترول.